اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الفهيم. الفيديو اللي فات اتكلمت فيه عن طريقه فتح حساب في شركه جولد ايرا للسبائك الذهبيه، وفهمتك ازاي تفتح حساب او تقدم على طلب فتح حساب في الشركه. وهسيب لك الفيديو ان شاء الله اسفل الفيديو ده في الوصف، هسيبه لك كمان في الاي اللي تظهر لك هنا. ان شاء الله بقى في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الخطوة اللي بعد كده في فتح حساب على شركة جولد ايرا، وانك انت ازاي تفتح حساب التداول على الذهب في السوق المحلي من شركة جولد ايرا. وهنتكلم عن الشركة، وهنتكلم كمان عن العقد اللي بيقدمه لك الشركة، وهنتكلم وهنشرح مع بعض ان شاء الله بالتفصيل آلية العمل لحد ما توصل انك انت تفتح حساب مع الشركة. وان شاء الله هنعمل فيديو تاني عن طرق الايداع اللي بتقدمها لك الشركة، وازاي تشتري الذهب والحاجات دي كلها. فلو انت اول مره تشوف الفيديو وتشوف الحلقه بتاعتنا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد ومميز في عالم التكنولوجيا. ومن غير كلام كتير يلا نخش على التفاصيل. مبدئيا كده يا جماعه، شركه جولد ايرا هي شركه مساهمه مصريه ومرخصه من 3 جهات حكوميه في مصر: الهيئه العامه للاستثمار، وهيئه التجاره الالكترونيه، ومصلحه الدمغه والموازين المصريه. يعني الشركه مضمونه ومرخصه في مصر، والموضوع بتاعها امن جدا وما فيهوش اي مشاكل. نبدأ بقى في الخطوات اللي بعد كده. احنا في الفيديو اللي قبل كده اتكلمنا ازاي تقدم طلب في الدخول او الاشتراك مع شركة جولد ايرا، تمام؟ بعد كده يا باشا هيتواصل معاك احد ممثلي خدمة العملاء، وانا هسيب لك اسفل الفيديو في الوصف رقم الواتساب بتاع الاستاذ يوسف ده، ممثل خدمة العملاء اللي هيكمل معاك التسجيل في شركة جولد ايرا. تقدر بكل سهولة بعد تقديمك لطلب التسجيل اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، انك انت تاخد الرقم ده وتتكلم معاه وتتواصل معاه وتقول له انا عملت الخطوات دي. هيطلب منك بعد كده صورة البطاقة الشخصية بتاعتك وش وظهر، وايصال مرافق او رخصة قيادة او كشف حساب بنكي. وبعد كده يا باشا هيبعت لك العقد اللي هو بيكون بينك وبين شركة جولد ايرا. العقد ده بكل اختصار كده هو حوالي 13 ورقة بيبعتهم لك PDF. انت بتطبع العقد ده، وبعد كده بتقرا العقد كويس وبتقرا البنود اللي فيه كويس. البنود كلها بنود عادية جدا. يعني تلخيصا للبنود اللي في العقد كده، انك انت بتكون مسؤول مسؤولية كاملة عن الاكونت بتاعك والتطبيق بتاع جولد ايرا والرقم السري بتاعك. من ضمن البنود برضو ان هو بيقول لك ان انت في اثناء التداول بيخصم منك تقريبا 7 جنيه على البيع والشراء لكل جرام ذهب، لانك انت بتفتح حساب تداول على الذهب المحلي داخل مصر. وطبعا حابب انوه في البدايه كمان انك انت لازم يكون عندك حساب بنكي، لان انت بتكتب حسابك البنكي وتفاصيل حسابك البنكي من هو رقم الحساب واسم المستفيد اللي هو اسمك والعنوان بتاع الفرع بتاع الحساب ده، عشان خاطر بيبعت لك عليه بعد كده فلوس لو انت عاوز تسحب من الحساب ده. طيب بعد كده بتبعت له الورق بتاع العقد. بعد كده هو بيختم العقد تاني وبيبعت لك نسخة منه، والعقد بيكون ساري لمدة سنة، وعقد مجاني من غير أي رسوم خالص، فتح الحساب بدون أي رسوم خالص. ولكن بيكون في شرط أساسي، إنك أنت لازم أول إيداع ليك معاهم بيكون إيداع ب10,000 جنيه مصري. بعد كده تقدر تودع اي رقم واي مبلغ انت عايزه، ولكن اول ايداع ليك في الشركة لازم يكون مش اقل من 10,000 جنيه مصري. ده كده الخطوة الاولانية. رقم الواتساب بتاع الاستاذ يوسف هسيب لك اسفل الفيديو في الوصف. هنيجي بقى دلوقتي نخش على الخطوة اللي بعد كده. بعد ما يتم كل ده عن طريق الواتس بينك وبين التواصل مع خدمة العملاء، بعد كده هيبعتوا لك كمان رابط كده هتسجل فيه الايميل بتاعك وهتحط فيه باسورد قوي. بعد كده هيبعت لك رساله على الايميل هيقول لك ان الاسم ده او الايميل ده والباسورد ده هو ده اللي انت هتقدر تدخل من خلاله على تطبيق جولد ايرا للتداول على السوق المحلي. دلوقتي هنشوف بقى مع بعض التطبيق موجود ايه من جوه وازاي بيحصل عمليه الايداع. طبعا احنا مش هنعمل ايداع دلوقتي، احنا هنشرح مع بعض آلية عمل التطبيق بالكامل، كشراء الذهب، كبيع الذهب، التفاصيل الكامله داخل التطبيق. وبالمناسبه الايداع بيكون عن طريق انستا باي من غير اي مشاكل. هو بيبعت لك
رقم حساب تابع ليهم في الشركة بتسجله، وإن شاء الله هنعمل فيديو تاني بيخص موضوع الإيداع في الحساب والسحب. ولكن التطبيق من جوه ما فيهوش عمليات ايداع وسحب. انت بتتواصل مع خدمه العملاء اللي هسيبها لك اسفل الفيديو رقم الواتساب بتاعهم، بتقول له يا باشا بعد اذن حضرتك انا عايز اعمل ايداع بمبلغ مثلا على الاول كده مبلغ 10000 جنيه لو انت اول مره. هيقول لك تمام ماشي. بعد كده هتدخل على انستا باي، هتعمل عمليه الايداع بتاعتك على البيانات اللي هو هيبعتها لك. هيبعت لك رقم بتاع حساب بنكي واسم الحساب البنكي والحاجات دي كلها، التفاصيل دي كلها. هتدخل على انستا باي تعمل الايداع. بعد كده هتكلمه تبعت له صوره الايصال بتاع الايداع من انستا باي. بعد كده هيسمع عندك في حسابك في جولد ايرا مجموع الايداع بتاعك او الرصيد بتاعك. طيب انت دلوقتي عايز بقى بعد ما تتداول وتشتغل وربنا يكرمك والدنيا زي الفل، عايز تسحب جزء من فلوسك او فلوسك كلها او ايا كان. بنفس الطريقه هتخش على رقم خدمه العملاء بتاع الاستاذ يوسف، هتقول له انا عايز اعمل عمليه سحب المبلغ قد كده. بعد كده هيمشي هو في الخطوات وهيبلغ الاداره ان هم يبعتوا لك فلوسك او الرصيد اللي انت طلبت نعمل له سحب على حسابك البنكي اللي انت هتكون متسلمه لهم مع كتابه العقد بتاعك، لان العقد فيه ورقه موجود فيها تفاصيل حسابك البنكي اللي انت هتكون كاتبه. عشان كده لازم تركز كويس جدا وانت بتسجل التفاصيل دي، لان هو ده اللي هيكون التعامل المالي بين الشركه وبينك اللي هو حسابك البنكي. تمام. كل التفاصيل دي انا بشرحها بالتفصيل عشان خاطر تدخل الفيديو ده تتفرج وتطلع منه تكون فاهم كل حاجه من الالف الى الياء. يلا بينا بقى دلوقتي نخش على الموبايل ونشوف الابلكيشن بتاع جولد ايرا بيقول ايه من جوه. في البدايه كده ده كده التطبيق بتاع جولد ايرا. تمام. طبعا هو دخل معايا وحمل لان انا مسجل تسجيل دخول اللي انا اخدته بعته لي على الرساله على الايميل بتاعي اللي هو الايميل والباسورد. دخلت سجلت بيه فهو بيسجل اوتوماتيك. تمام. احنا هنا بس في الاول كده هنحول اللغه الى اللغه العربيه عشان خاطر تبقوا فاهمين الشرح ماشي ازاي. طيب دلوقتي يا باشا ده كده الصفحه او الشكل الرئيسي بتاعك. تمام كده. اللي قدام منك ده سعر الجرامات الذهب. عندهم 1 جرام عيار 21. الحد الادنى للسعر حاليا 3250 والحد الاقصى هو 3270. ده رقم واحد. طبعا عندك بعد كده جرام عيار 24 والواحد او زد ده الأونصة يا جماعه اللي هو سعر الأونصة 115000 وتقريبا 500 جنيه، وده الحد الادنى. الحد الاقصى 116225. وبالمناسبه الأونصة بتكون 31 جرام بوينت واحد. بعد كده سعر الربع جنيه الذهب. الربع جنيه اللي هو يا جماعه بيكون الاربع الجنيهات بتكون عيار 21 مش عيار 24. لازم تبقى فاهم النقطه دي كويس. عندك ربع جنيه ذهب وعندك نص جنيه ذهب بيكون 4 جرام والربع جنيه بيكون 2 جرام. عندك كمان الجنيه الذهب بيكون 8 جرام. بعد كده هندخل على سبائك الذهبيه اللي هي 2.5 جرام. ده السعر اللي هو بالاحمر ده الحد الادنى والحد الاقصى للسعر. وبعد كده 5 جرام و10 جرام و15 جرام و20 جرام و25 جرام و50 جرام و100 جرام ونص كيلو وربع كيلو. تمام. ده اللي بيكون موجود ومتاح انك انت تشتغل عليه. لو في تغيير بيغيروا هم من نفسهم. لو متاح مثلا نص جرام او ربع جرام بينزل هنا برضه، لو مش متاح بيتشال. طيب دلوقتي انت هتدخل هنا على الثلاث شرط دول، هتلاقي طبعا الاسم بتاعك والاكونت بتاعك والسجل وتاريخ الاوامر وكشف الحساب والتوصيلات. الكلام ده كله سابق لاوانه لان احنا لسه ما عملناش حاجه في التطبيق. طيب لو جينا هنا كده تحت على كلمه المحفظه هتلاقي هنا الرصيد بتاعك. طبعا انا رصيدي صفر لسه ما عملتش عمليه ايداع. ان شاء الله هعمل عمليه ايداع وهسجل لكم فيديو كامل عن طريق عمليه الايداع وازاي كمان بنشتري الذهب السبائك من داخل التطبيق. طيب هنا الرصيد بيكون الرصيد بتاعك اللي انت عملت له ايداع. الربح والخساره ده بيكون سالب او موجب على حسب شرائك للذهب. لو زاد بيكتب لك هنا ربحك قد كده، لو قل بيكتب لك برضه خسارتك قد كده. مجموع الاصول ده بيكون رصيد حسابك زائد المكسب بتاعك. يعني مثلا لو انت حطيت 10000 جنيه واشتريت سبيكه مثلا ب 3200 او 3300 جنيه 1 جرام،
وبقت ب 3000 ونص، كده اصبح الاجمالي بتاعك 10200 جنيه، لان انت السبيكه بتاعتك كسبت 200 جنيه. فبيكتب لك هنا اجمالي الاصول المبلغ الكلي بالمكسب بتاعك او بخسارتك لو انت حصل عندك خساره. قيمه ماليه، القيمه الماليه دي اللي هي بتكون عدد الايداعات او مجموع حجم الايداعات اللي انت عملتها. انت عملت 10000 وبعد كده عملت ايداع ب 2000 وعملت ايداع ب 3، اصبح الاجمالي 15000، بيكتب لك هنا قيمه ماليه 15000 جنيه. تمام كده؟ ده كده الموضوع. طبعا تحت هنا كلمه المواد وماده والكميه والقيمه، هنا بيكتب لك لو انت شاري اي حاجه سبائك ذهبيه او جنيه ذهب او ربع جنيه او نص جنيه الخ، بيكتب لك تفاصيله تحت هنا. طيب لو جينا هنا كمان هتلاقي كلمة العقود والأوامر. العقود ديت اللي انت لو انت اشتريت ذهب بيتسمع عندك هنا في خانة العقود. لو انت حاطط امر شراء ذهب من سعر تحت تاني انت شايفه، مثلا على سبيل المثال انا شايف ان جرام الذهب اللي هو السبيكة الواحد جرام 24 حاليا عاملة اعلى سعر ليها ال 3270 جنيه. انا مثلا عايز ان انا اشتريها من 3200 او 3250 او 3150، باجي عامل اوردر اوردر شراء بيتم ايه من خلاله، اللي هو بينزل لك هنا في الاوامر. بمجرد وصول او نزول السعر للسعر اللي انت حاطه في الاوامر بيتم شراء السبيكه او تنفيذ الامر بدون اي مشاكل. طيب لو جينا طبعا في هنا في بيانات ديت طبعا بيجيب لك بيها سعر الذهب العالمي. ده سعر الأونصة العالمية حاليا بتتداول في 2393. طبعا يا جماعة الكلام ده بيكون بالتعاون مع منصة تريدنج فيو الشهيرة اللي احنا بنستخدمها في التحليلات على سوق الفوركس. تمام. نرجع بقى تاني كده ونخش على تنفيذ اوردر. مثلا انت دلوقتي عايز تشتري 1 جرام سبيكه 1 جرام عيار 24. لو ضغطت على كده هيقول لك نيو اوردر. تمام، هتضغط على كلمه نيو اوردر هيطلع لك الشكل اللي انت شايفه ده. تمام. دلوقتي انت عايز تشتري ايه؟ عايز تشتري سبيكه واحده. هتيجي عامل هنا على كلمه الكميه، هتزود على واحد كده هيبقى لك الكميه واحد. هيكتب لك تحت هنا السعر قد ايه؟ السعر الحالي اللي هو 3737 جنيه. تمام. انت بتدفع ثمن السبائك الذهبيه يا جماعه من غير المصنعيه، ولكن انت بتزود على السعر ده عموله الشراء اللي هي 7 جنيه على كل جرام، ولما تيجي تبيع بيتخصم منك عمولة بيع 7 جنيه على كل جرام. دي بتكون عمولة التريدنج اللي هي التداول على المنصة بتاعتهم بشكل عام يعني، ولكن بدون المصنعية. ده بيكون سعر صافي بدون المصنعية. تمام، هنتكلم في نقطة المصنعية بعد كده، وهوضح لك كمان ازاي بيتم اضافة المصنعية لو انت عايز ايه تضيف المصنعية. طيب بعد كده بتعمل شراء على كلمة السوق، بيتم تنفيذ الاوردر اوتوماتيك لو انت عندك حساب، وبيتم الايه الشراء. لو دخلنا هنا على الحد اللي احنا قلنا عليه بتاع الاوامر لو انتوا فاكرين، هتلاقي هنا مثلا انا عايز واحد زي ما انت محدد كده، ولكن انا شايف مثلا ان 3737 انا عايز اشتري يا سيدي على سعر، هنكتب كده سعر 3700 مثلا اهو، وهنقول له اوكي. تمام. لو انا عملت كلمة شراء هينزل عندك الشراء في الاوامر اللي احنا اتكلمنا فيها، وهيفضل الاوردر معلق لحد ما سعر السبيكه الواحد جرام عيار 24 تنزل لسعر 3700 جنيه. بمجرد نزولها لسعر 3700 جنيه بيتم شراء السبيكه فورا. تمام كده؟ تمام. طيب احنا دلوقتي يا عم محمد عايزين، احنا اشترينا ذهب وعايزين نبيعه. بتلاقي اللي انت لما تشتري ذهب بيظهر لك هنا خانه كمان بتاعه البيع. تمام، ده شراء ليه؟ هو مش ظاهر معايا بيع لان انا ما عنديش ذهب. تمام، انما انت في حاله الشراء بيظهر لك كلمه بيع، تقدر تبيع الذهب تاني وتكسب من خلال الذهب ده. طيب هتقول لي ده مش ربا او مثلا ده مش حرام؟ لا طبعا ده مش حرام، لان انت هنا بتشتري سبائك ذهبيه فعليا يا جماعه، وبفلوسك انت وبحسابك انت وبرصيدك انت، ما فيهاش اي حرمانيه نهائيا. كل الحكايه ان هم محتفظين بالذهب ده عندهم، ولكن انت هنا بيسمع عندك انك انت اشتريت سبيكه ذهبيه، وتقدر في اي وقت تروح لاي مكان تابع لفرع او اي فرع من فروع جولد ايرا، تقول لهم بعد اذنكم انا عايز اسحب السبيكه بتاعتي من على الابلكيشن واخدها في ايدي كاش. تمام، بيدوها لك وبيتم خصمها
من الابلكيشن، وبتسمع عندك هنا كمان بقى لو رجعنا كده ودخلنا هنا في التوصيلات اهو. التوصيلات دي بيسمع عندك انك انت استلمت سبيكه عيار كذا وبالسعر اللي انت شاري بيه، مش بالسعر الاساسي اللي هو الحالي اللي موجود. ولكن خد بالك من النقطه ديت، لو تمت معاك وحبيت انك انت تعمل كده، وقتها الفرع بيدفعك المصنعيه. تمام كده؟ يبقى انت مش بتدفع مصنعيه طول ما الفلوس والذهب موجودين على الابليكيشن. طول ما انت عندك ابليكيشن ده موجود فيه الذهب بتاعك ما سحبتوش في ايدك، انت مش هتدفع مصنعيه خالص. تمام؟ لمجرد انك انت تروح اي فرع وتسحب الذهب بتاعك او السبيكه بتاعتك من الفرع ده، هيتم وقتها خصم المصنعيه او يدفعوك ثمن المصنعيه بتاعه الذهب ده، ولكن هتاخد وهتتحاسب على الذهب زي ما انت شاريه في الابليكيشن. يعني على سبيل المثال، لو انت اشتريت جرام ذهب ب 3737 جنيه، وبعد 6 7 شهور مثلا لقيته مثلا وصل ل 4000 او 4200 ولا حاجه، لما تروح الفرع مش هيقولوا لك يا فندم احنا عاوزين فرق السعر والكلام ده، لا، انت ليك عندهم انك انت هم يسلموك سبيكه ذهبيه اللي هي موجوده عندك اللي انت اشتريتها. كل الحكايه هيقول لك والله انت شاري 1 جرام ذهب ب 24 سبيكه، الايه المصنعيه بتاعته قد كده، هيتدي له ثمن المصنعيه بتاعت الجرام فقط. وبمجرد ما تستلم السبيكه دي وتخليها عندك في البيت، هتستلمها مغلفه في علبه كده مغلفه، ما تفتحهاش. ليه ما تفتحهاش؟ لان الشركه بتقول لحضرتك لما تستلم السبايك وتخليهم عندك مغلفين متبرشمين، وتيجي بعد سنه 2 3 4 5 تعمل اعاده بيع تاني، هتجيلنا فرع الشركه ناخد منك السبيكه ديت مغلفه وسليمه بالعلبه بتاعتها ما اتفكتش، هندي لحضرتك 50% كاش باك من المصنعيه. بمعنى ايه؟ لو جرام الذهب ده مصنعيته 100 جنيه، هتيجي بعد كده تبيع، هيقول لك يا فندم جرام الذهب ده مصنعيته 100 جنيه، احنا هنديك كاش باك 50 جنيه. يبقى انت هتاخد ثمن الذهب في يوم البيع اللي انت رايح تبيع فيه، زائد 50% كاش باك على المصنعيه. طبعا المصنعيه بتكون على الجرام، لو انت بقى شاري مثلا 10 جرام 15 جرام 20 جرام هتفرق معاك طبعا لما تاخد 50% استرداد كاش باك. لان طبعا انت لما تيجي بتخزن ذهب، اللي بيشتري مش بيشتري سبيكه واحده ويركنها، انت بتشتري على مراحل. تمام؟ حصل لك بقى اي ظرف لا قدر الله، ولا حصل لك اي مصلحه وعايز تبيع بقى الجرامات اللي عندك دي كلها، هتاخدهم كلهم تروح لهم فرع الشركه. وبالمناسبه اقرب فرع ليهم في اسكندريه وفي القاهره وفي المنصوره، وفي كذا فرع كمان موجودين، وهم الشركه ما شاء الله بتتوسع كمان في زياده الفروع ليها. بكل بساطه هيقول لك خد يا باشا الايه ال 50% كاش باك اهم. يبقى انت كده بتدفع مصنعيه في حاله ايه؟ في حاله ان انت استلمت الذهب في ايدك. مش عايز تروح الفرع، بتقدم طلب ان هو يبعت لك الذهب لحد باب بيتك، وبيوصلك الذهب لحد باب بيتك من غير اي مشاكل. خد بقى المميزات. انت لو سايب الذهب على الابليكيشن بتاعك كده موجود، اول حاجه طبعا ما بتدفعش مصنعيه. تاني حاجه سهوله البيع والشراء بتاعتك للذهب بتكون اسهل من انك انت تروح الفرع وترجع من الفرع، او حد يبعت لك من الفرع ايه توصيل منزلي او الكلام ده كله. انا يا باشا محتفظ بالذهب بتاعي، اشتريت السبائك سبتها على الايه على التطبيق، كل شهر شهرين بدخل اعمل اعاده شراء تاني لو انا عايز اعمل شراء تاني، بشتري وبخزن ذهبي داخل التطبيق، والذهب محتفظين بيه في الشركه تحت اسمك وتحت تصرفك انت الكامل من غير اي مشاكل خالص خالص خالص. في اي وقت تقدر تروح تاخده، مفيش اي مشكله. بكل حاجه بس انت بتبلغ خدمه العملاء ان انا عايز اخد الذهب بتاعي قبل ما تروح مثلا بيومين 3، وبيحضروا لك الكميه بتاعتك حتى لو كميه ايه، بيقول لك تعالى خدها اهي يا باشا، فلوسك اهي وذهبك اهوت لو انت عايز تبيع او تاخد الذهب كذهب. تمام؟ اما تثبيتك بقى هنا وشراك للتطبيق كده في الابليكيشن والكلام اللي قدام منك ده انت بتستفاد بيه، انك انت لما تشتري الذهب بسعر قليل هتخليه معاك على التطبيق، ولما السعر يزيد هتتداول وتبيع تاني وتكسب فرق الايه السعر، ولما السعر ينزل تاني تشتري تاني وتبيع تاني. يعني بمعنى صح ده اسمه التريدنج او التداول على الذهب. مش عايز تعمل الموضوع ده؟ بكل بساطة بتشتري الذهب وبتخليه معاك على التطبيق وكأنه معاك في جيبك بالظبط. بعد كده بعد سنة 2 عايز تبيع، تدخل على التطبيق تعمل بيع وتيجي بيع الذهب كله،
وهيستلم فلوسك وهيحولك الفلوس بتاعتك على حسابك البنكي من غير اي مشاكل وبدون اي مشاكل خالص. بس كده يا باشا، احنا كده خلصنا كل حاجه. معلش ان انا بغيت كتير، ولكن كان لازم اعمل الموضوع ده واتكلم باستفاضه كامله، لان ديت فلوس وده ذهب وده حقك انك انت تعرفه من خلال القناه بتاعتك وبتاعتي. تمام. اي حد عنده سؤال سيبوا لي في التعليقات، هسيب لك رابط الفيديو اللي فات في الديسكريبشن في الوصف، وهسيب لك رابط او هسيب لك رقم تليفون الواتساب الخاص بالاستاذ يوسف اللي هو خدمه العملاء بتاع شركه جولد ايرا. وباذن الله هنعمل فيديو تاني ازاي بقى نودع فلوس في الحساب بتاعنا، وازاي كمان نشتري اوردر ذهب من داخل التطبيق نفسه. تمام. فتابعنا واشترك في القناه، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه، وفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها اول باول. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.